هي ازاي السمكة بتتنفس تحت المية؟ مفيش هناك هوا ولا أكسجين أصلا. ده الغريب كمان إن السمكة مش بس بتتنفس، دي كمان عايشة ومرتاحة وجواها أكسجين زيك بالظبط. تعال نفهم الحكاية من أولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المية اللي حوالينا سواء بحر أو نيل أو حتى الحوض اللي عندك في البيت فيها أكسجين، بس مش في صورته اللي احنا متعودين عليها في الهواء. الهواء اللي احنا بنتنفسه فيه حوالي 21% أكسجين، لكن المية كمان فيها أكسجين دايب جواها، شبه ما يكون سكر دايب في كوباية شاي. لكن المهم هنا ازاي السمكة بتقدر تفصل الأكسجين ده من المية وتستخدمه في التنفس. السر كله في عضو اسمه الخياشيم. الخياشيم دي شبه الفلتر، أو ممكن تقول إنها زي جهاز تنفس خاص بيشتغل بطريقة عبقرية جدا. أول ما السمكة بتفتح بقها بتدخل مية جوه، المية دي بتعدي على الخياشيم، وفي اللحظة دي بيحصل تبادل غاز عبقري جدا. الخياشيم فيها شعيرات دموية كتير جدا، ولما المية تعدي عليها بتاخد الشعيرات دي الأكسجين اللي دايب في المية، وفي نفس الوقت بتطرد ثاني أكسيد الكربون من دم السمكة للمية. يعني ببساطة الخياشيم بتشتغل زي الرئة بتاعتك، بس بطريقة مناسبة للبيئة اللي السمكة عايشة فيها. عشان كده لو طلعت سمكة من المية مش هتقدر تتنفس، لأن الخياشيم لازم تفضل مبلولة علشان تشتغل، ولو نشفت مش هتقدر تسحب أكسجين، وده للأسف بيؤدي لموت السمكة. وفي كمان أنواع سمكة عندها قدرات غريبة زي سمك البلطي، ممكن تعيش فترة قصيرة بره المية لأنها طورت طرق تانية بتساعدها على التنفس، زي إنها تمتص الأكسجين من الجلد أو من خلال بلع المية وتخزينها جوه الفم. بس تفضل الطريقة الرئيسية للتنفس تحت المية عند أغلب الأسماك هي الخياشيم. يعني باختصار السمكة بتدخل مية جواها، تعدي على الخياشيم تاخد منها الأكسجين وتطلع ثاني أكسيد الكربون. عشان كده بتقدر السمكة تعيش في عالمها المائي بكل أريحية.